بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. وأقدم لحضراتكم فئة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ المصري، وهي ريال، وسوف أقدمه ريال سلطانية وملكية وجمهورية مصر والجمهورية العربية المتحدة إن شاء الله رب العالمين. ونبدأه من عهد السلطان حسين كامل سنة 1916، 20 قرش السلطنة المصرية. السلطان حسين كامل كما هو موضح أمام حضراتكم، ده سنة 1916. ريال السلطان حسين كامل أيضا سنة 1917، السلطنة المصرية 20 قرش السلطان حسين كامل. السكة الهندي، وطبعا وضحنا قبل كده في ال10 قروش الفرق بين السكة الهندي والسكة الإنجليزي، ونمر عليها أيضا مرور الكرام كده. طبعا الصفر غير الصفر، الحرف هنا بدون الإطار اللي في الورا دون. واضح طبعا الفرق بين السكة الإنجليزي والسكة الهندي، اللي فوق دي السكة الهندي واللي تحت دي السكة الإنجليزي، طبعا واضح جدا. الظهر السلطان حسين كامل أيضا في الظهر برضو واضح، اللي فوق دي السكة الهندي واللي تحت السكة الإنجليزي. عفوا. كده انتهى العهد السلطانية. نبدأ في المملكة المصرية. ريال، طبعا في فرق بين حسين كامل والملك فؤاد. الريال سنة 1920، وهو العملة المصرية النادرة والمصنفة عالميا. ده ريال سنة 1933، 1341، 20 قرش. ونلاحظ هنا حرف الاتش من أسفل كما هو موضح أمام حضراتكم. فؤاد الأول ملك مصر، وديا دون الريال الملكي. يليه ريال الملكة أيضا سنة 1923، 1341. ونلاحظ إن الريالين دول، ريال ده وريال ده، هما الاتنين تاريخ واحد، ولكن ده بحرف الاتش وده بدون حرف الاتش من أسفله. أيضا الحرف دون غير الحرف ده أهو، الاتنين تاريخ واحد ولكن الحرف غير، والاتنين الملك فؤاد ملك مصر. يبقى دون بدون حرف الاتش من أسفله، ودون بحرف الاتش من أسفله كما هو موضح أمام حضراتكم. يليه ريال
الملك فؤاد 1933 1352، وهو ريال الميري، يعني يلبس اللبس الميري. كده انتهى عهد الملك فؤاد، وهنخش في عهد الملك فاروق. الملك فاروق له ريالين، ريال سنة 1937 الوجه صوت الملك فاروق، الظهر 20 قرش. المملكة المصرية 1356 1937، والحرف بتاعه كما هو موضح أمام حضراتكم. يصعب تزويره لوجود هذه هذا الحرف اللي هو بالشكل ده. والحرف ده موجود في ال10 صاغ ريال، وال10 صاغ وال5 صاغ بنفس الطريقة دي. ده 37 احنا قلنا، ودون ريال سنة 39. المملكة المصرية 1358 1939 20 قرش. الوجه فؤاد فاروق الأول ملك مصر. أيضا الحرف زي ما احنا وضحنا قبل كده وقلنا بالشكل ده. يصعب تزويره، يبقى احنا عارفين الحرف ده بتاع الملك فاروق تحديدا صعب في التزوير، والحرف بتاعه المزرع بيكون بشكل غير الشكل الموجود أمام حضراتكم. كده خلصنا من الفترة الملكية، وبعد كده ننتقل للفترة الجمهورية. هو ريال من ضمن مجموعة اللي هي مجموعة أبو الهول. الوجه أبو الهول 1375 1956. الظهر جمهورية مصر و20 قرش. دي الفترة اللي بعد الملكية مباشرة. في ريال الجمهورية العربية المتحدة سنة 1960. طبعا واضح 1960 1380 الجمهورية العربية المتحدة، والوجه بتاعه النسر. دون كان في مرحلة الوحدة بين مصر وبين سوريا. يليه ريال 1966 ريال المنت برو الغير متداول. الظهر الجمهورية المتحدة 1966 1386 الوجه بتاعه عليه النسر. كده يبقى وصلنا لدي العملة الفضية المتداولة في العصر السلطاني والعصر الملكي وجمهورية مصر والجمهورية المتحدة. وبعد كده هندخل في العملة التذكارية المتداولة من الكوبرنيكل، نستهلها بريال صقر قريش اتحاد الجمهوريات العربية، جمهورية مصر العربية. الظهر جمهورية مصر العربية
1400 1980. جمهورية مصر العربية، اتحاد الجمهوريات العربية، اتحاد الجمهوريات العربية، جمهورية مصر العربية، والظهر الفئة والتاريخ. ده ريال متداول غير تذكاري. أيضا ريال متداول غير تذكاري سنة 1984 1404. ريال متداول غير تذكاري، الوجه عليه جامع أعتقد محمد علي. ريال تذكاري متداول ميناء القاهرة الجوي، الوجه عليه شعار الميناء، مكتوب ميناء القاهرة الجوي بالإنجليزي والعربي. الظهر الفئة والتاريخ، جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ 1405 1985 20 قرش. الريال اللي بعد كده طبعا انا بقدم الريالات دي طبعا بالترتيب التاريخي، الترتيب التاريخي اللي سكها كمجموعة. ريال نقابة التطبيقيين، الوجه عليه بعض الرسوم الفرعونية، الظهر عليه المؤتمر الأول للتطبيقيين، تطوير التعليم الصناعي، الفئة 20 قرش، التاريخ 1406 1985. ريال عفوا عيد الشرطة، الوجه يوم المحارب قصدي، الوجه عليه شعار يوم المحارب كما هو موضح من فوق مصر إيجيبت. الظهر جمهورية مصر العربية، الفئة والتاريخ 1986. ريال لتذكاري متداول لمناسبة التعداد العام الثاني عشر ربيع الأول 1407، من أسفله نوفمبر 1986. للسكان حاجة اللي هو المنشآت من أسفله، بس أنا مش عارف بصراحة يعني أراها كويس. الشكل زي ما هو واضح من حضراتكم كده. الظهر الفئة والتاريخ، جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ. ريال تذكاري متداول، الاستثمار من أجل التنمية، الوجه الشعار، الظهر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والفئة والتاريخ 1987. ريال للمركز الثقافي العالمي، دار الأوبرا المصرية، الوجه عليه
مبنى دار الأوبرا المصرية، الظهر عليه وزارة الثقافة، افتتاح الأوبرا، والفئة والتاريخ 1988. ريال عيد الشرطة، الوجه عليه شعار عيد الشرطة 25 يناير. الظهر عليه يوم الشرطة والفئة والتاريخ 1988. بانوراما 6 أكتوبر، ريال تذكاري متداول، افتتاح بانوراما 3 أكتوبر، عودة الأرض، الوجه عليه مبنى البانوراما، جندي مصري يرفع العلم 1973 1989. الظهر 20 قرش. التاريخ جمهورية مصر العربية 1989 1410. ريال لمترو الأنفاق، المرحلة الخط الإقليمي لمترو الأنفاق القاهرة الكبرى، وشعار المترو، الظهر عليه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ 1989 1409. ريال العيد الفضي الهيئة العامة للتأمين الصحي، الوجه عليه الشعار 1964 1989، والظهر جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ 1409 1989. ريال فضي متداول غير تذكاري، الوجه عليه الجامع الأزهر، الظهر عليه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ 1413 1992. الريال الأخير في المجموعة وهو ريال تذكاري غير متداول سنة 2004. ده عليه المرأة المصرية والأهداف الإنمائية للألفية، تمثال نهضة مصر، المجلس القومي للمرأة، المؤتمر الرابع 16 مارس 2004، والظهر عليه جمهورية مصر العربية والفئة والتاريخ 1425 2004. وبذلك نكون أنهينا الريال المصري بمحاضرة توثيقية من السلطنة المصرية والمملكة المصرية وجمهورية مصر والجمهورية المتحدة بالعملة الفضية والتذكارية المتداولة والغير متداولة. أرجو أن أكون أضفت شيء لمعلوماتكم. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.